شيء غريب لما بندمج في الجيم والتزم بيه واتحسن يوم بعد يوم واتطور يوميا اوتوماتيك. ببص للنساء بشكل عام باستمتاع، مش بضعف، وليس بجوع، ومش بشهوة او بشراهة. بحس اني مستغني كده. فانا هحلل لك بقى في الفيديو ده ايه اللي بيحصل معاك بالظبط لما بتروح للجيم وتنتظم عليه. اللي انا بوصفه ده طبيعي جدا ومفهوم من ناحية نفسية وبيولوجية. لما بتندمج في الجيم وتلتزم بيه بيحصل كذا تغيير في جسمك وعقلك. اولا ارتفاع هرمون التستوستيرون وتنظيمه. التمرين المنتظم بيرفع الهرمون بشكل صحي، وده بيخليك حاسس بالقوة والثقة. الفرق هنا انك مش محتاج اثبات او تعويض. فالنظرة بتتحول من ناحيتك من شهوة أو جوع لنوع من التقدير الهادي، يعني بتقدر الأنثى. وتاني حاجة بقى الدوبامين بيبقى متوازن. الرياضة بتديك جرعة مكافأة طبيعية، دوبامين بالعبيط من الإنجاز والتطوير اللي انت بتحصل عليه في الجيم. لما مخك بقى ياخد احتياجه من الشعور بالإنجاز، مش بيبقى مضطر انه يدور على إثارة سريعة أو تعويض من خلال الشهوة. ما بيدورش بره، ما انت بتاخده جوه في الجيم. تالت حاجة بقى زيادة تقدير الذات. لما تشوف نفسك بتتطور يوميا ثقتك بنفسك بتعلى. الشخص الواثق عادة بيبص للنساء بإعجاب أو تقدير، مش باحتياج أو لهفة. كأنك كده بقيت مكتفي بنفسك، بذاتك مكتفي بيها، مش بتدور على حد يملى الفراغ اللي جواك. انت مليان، انت شبعان. رابع حاجة بقى تحول في طريقة التفكير نفسها. تفكيرك كله بيتغير. انت دخلت حالة انضباط وتركيز. ده بيخلي عقلك اقل اندفاعية واكتر هدوء وتحكم. فحتى رغبتك الطبيعية بتبقى موجودة بس تحت السيطرة، ومش مسيطرة عليك. خامسا طاقتك موجهة مش مشتتة. ده مهم أوي. مركز طاقتك على نفسك، بدل ما الطاقة بتروح في التفكير أو الرغبة بس، انت بتوجهها في التمرين والتطوير والتركيز على نفسك. بتحس ده كده فورا انك مستغنيش، لانك فعليا مش فاضي تبقى محتاج. ما عندكش وقت لحاجة تانية، تركيزك كله بيصب على نفسك. ببساطة شديدة انت ما فقدتش الرغبة الجنسية مع الستات او غيره، لا، انت سيطرت عليها ورفعتها لمستوى اهدى وانضف.